أسعدتم أوقاتنا أعزائي المشاهدين مع هذه الحلقة والتي بعنوان الكرد في دمشق، التاريخ والحاضر. الأنسب أن نأتي بكرد دمشقي ونسأله الأسئلة، وبالنسبة لي ليس أفضل من الأستاذ مروان فلو، كردي دمشقي. فأهلا بك أستاذ مروان. تحياتي لك ولكل ضيوفك. بداية، تاريخ الوجود الكردي في دمشق، حبذا لو تتحدث عنه. أنا بدي أعطي أول شيء، بدي أقسم الموضوع الحقيقة لثلاث أقسام أساسية. التاريخ القديم يعني الفترة الخورية، الفترة الأيوبية والعثمانية، والتاريخ الحديث. بهذا الأساس ممكن ننطلق. تفضل. بتحب أبدأ من الفقرة الأولى، مسألة التاريخ القديم؟ طبعا طبعا أنا. تفضل. تاريخ القديم. بدي أنا بحكي هيك صورة موجزة كثير عن مسألة التاريخ القديم، لأنه ما يهمنا فعلا هو التاريخ الحديث، لكن لازم الناس تعرف كمان أنه تواجد الكرد ليس فقط في دمشق، وإنما في كل سوريا، ما عدا البادية السورية ما كان في يعني التواجد كردي. هذا التواجد الكردي يعني عمره التاريخي تقريبا بين 2500 سنة ل 3000 سنة قبل الميلاد، يعني مو من الميلاد، قبل الميلاد. وطبعا هي المملكة ميتانيا اللي هي تشكلت، وكانت معروفة يعني عاصمتها قريبة من منطقة عمودة. وطبعا هذا اللي وصلت لدمشق ووصلت لفلسطين ووصلت لمصر بالفترة الهكسوس. طبعا بدمشق هذا بيأكد هذا الشيء كمان. وجدوا يعني بأحد القرى القريبة من دمشق تمثال منحوت من الحجر البازلتي، ومكتوب عليه باللغة الخورية، يعني باللغات القديمة. هذا بدل والميتانيين، طبعا الميتانيين هن نفسهم الخوريين. هاي المملكة، هذا التمثال بيأكد تماما أنه الكرد كانوا بدمشق بهذيك الفترة، نتيجة وجود هذا التمثال بحجم كبير يعني، وليس تمثال صغير. طبعا هذا كمان أكد عليه الأستاذ أحمد محمود خليل، يعني المؤرخ السوري الكردي المعروف يعني. وطبعا استشهد بكثير مؤرخين آخرين يعني استشهدوا بهذه القضية هي، ولوجود الشعب الكردي في دمشق في هذيك الفترة. بدي يعني يذكر كمان، يعني في كثير قضايا نحن بحس الواحد يستأنس فيها، هي مسألة أسماء الجغرافيا. وقت بتكون أسامي جغرافيا أسامي ترتبط باللغة الكردية، هذا من المؤكد أن هناك شعب كردي كان يقطن هذيك المناطق. لهيك نحن بدمشق عنا، بدي أرجع أكد عليها هي، أنه عنا مناطق هي مسمات بالكردية من الفترة الخورية، مثل مسألة جبل قاسيون، وطبعا كاسيون بالأساس تبعه، وهو أو كاشيون، لأنه السين تقلب شين يعني باللغة الكردية القديمة، وهذا وارد، وهذا نسبة إلى الكاشيين الكرد الموجودين كانوا يعني بكردستان حتى الآن يعني. طبعا كمان في مناطق قرى قريبة من دمشق، مثل منطقة السيبداني اللي هي بيقولوا زبداني، نتيجة تتحرف الأحرف بعض الشيء، لكن هي الأساس الاسم تبعها سيبداني أو سيفداني، اللي يعني هو مكان التفاح، أو يعني المنطقة اللي بيزرع فيها التفاح. وهي فعلا هي منطقة الزبداني، أشهر تفاح في دمشق هو من منطقة الزبداني. وعندنا منطقة تانية اسمها البلودان كمان، وهي بلو ودان، يعني المكان المرتفع، لأنه هي كمان في قمة جبل ومكان مرتفع باردة جدا. كمان هذا اسم من الفترة الخورية. كمان عندنا لما بتسأل أهل المناطق ما بيقولوا سرغايا، بيكتبوا هن سرغايا على الباصات وهيك. لكن إذا بتسأل أي واحد من هذيك المنطقة بتقول له منين أنت، بيقول لك أنا من سرغويا. ما بيقول لك من سرغايا، من سرغويا، يعني رأس الدغل باللغة الكردية. جويا يعني رأس الدغل. طبعا حتى أطراف الشام، منطقة الجولان هي أو الجولان، يعني في لها تفسيرات متعددة. كمان هذا اسم كردي موجود يعني كمان بالمنطقة. حتى دوما هي جاية من كلمة دومان، دخان يعني، لأنه هي كان دائما بالشتاء تكون فيها ضباب كثيف، لهيك تم تسميتها دوما. طبعا في أسماء كثيرة يعني بتدل عليها. هاي الفترة التاريخية القديمة. طبعا في من ضمن الآثار على بمسجد الأموي، في ناس ما بيعرفوا انه هذا اساسا معبد قديم جدا. مسجد الاموي كان بالبدايه معبد شمساني ايام المملكه الميتانيه. وطبعا في نقوش على احد الصخور موجود فيها شعارات مرتبطه بالديانات اليزدانيه الشمسانيه، من ضمنها النجمه السداسيه اللي حتى اسرائيل تعتمدها كنجمه، لكن هي حقيقه نجمه ترتبط اساسا بالديانات اليزدانيه. لهيك بتشوف انت المآذن في منطقة لالش هي عبارة إذا بتنظر لها من الأعلى للأسفل،
يعني بتعمل صورة من فوق لتحت، من السماء، من الأفق، بتقوم تظهر عندك هي النجمة. هي لها علاقة بقضايا مقدسة، لها علاقة بالديانات الشمسانية القديمة. هي الفترة اللي عم بحكي، حكيت على الفترة الخورية. يعني أنا بكتفي بهذا القدر لأنه ما بدي أتوسع بالفترة الخورية. مثل ما بالفترة الخورية طبعا كان في حروب بين الدولة الميتانية والدولة الفرعونية بهذاك الوقت. ويعني دائما كان فترة حروب، ونتيجتها بعد منها هي فترة حروب يعني وصلوا لاتفاقيات. وطبعا بعد الفترة هي يعني صارت كمان المنطقة خضعت للحكم الآشوري نتيجة الحروب والقضايا، يعني خضعت الأجيال متعددة. أنا بصراحة ما مسجلها، لكن أنا اليوم نزلت، يعني حقيقة نزلت بوست، وهذا كتير مفيد وملخص، وبيعطيك الفترة التواجد الكردي بالمنطقة من 3000 سنة قبل الميلاد حتى عام 2000، انه كيف التوزع تبعهم وشو اسماء القبائل وكيف يعني كيف تبدلت، وحاطط مسألة انه كيف السلطة بتتغير. ليك انا دائما بقول انه الجغرافيا دائما تطلق عليها اسماء لمن يحكمها بفترة تاريخية. انا لا اقول انه سوريا مثلا كانت كردية عبر كل العصور، كانت كردية مرة، وكانت آرامية مرة، وكانت آشورية مرة، وكانت يعني تتغير وفق السلطة المسيطرة عليها. لكن الشعوب لا تتبدل، هي القصة الحقيقية، يعني انه الشعب لا يتبدل. الشعوب هي تمت مثل ما هي، لكن تبدلت ثقافتها وتبنت ثقافة جديدة، ثقافة السلطة. وهي ثقافة السلطة أصبحت هي السائدة، وصاروا يتبنوها. يعني حتى يعني من أساس كردي، يعني كشعب إذا أخذت دماغهم وحللتها بالدي ان اي وفق العلم، إن بيطلعوا كرد، لكن بيقول لك أنا آشوري مثلا، أو بيقول لك أنا سرياني، أو أنا كلداني. لكن إذا بتحلل أنت دماغهم بتلاقي إنه هن دماغهم زاغروسية. والشعوب زاغروس والمنطقة هي شعوب كردية حقيقة. أنا بكتفي بهيك، بعتقد يعني ما بدنا نغطي هي أكثر من هيك، بدنا ما نحكي ما عن. ما مستجان ما مستجان هو المؤرخ السير سيدي سميث يقول كما ذكر ذلك العلامة محمد أمين زكي في كتابه تاريخ كردستان، بأن السوبارتيون في العام يعني 3500 قبل الميلاد، 3500 قبل الميلاد كانوا يحكمون طبعا شرق دجلة. في المنطقة يقول أن شمالها منطقة وان ويحدد الحدود. هؤلاء كانوا يسمون في غرب دجلة بالخوريين الهوريين الذين تتحدث عنهم الآن. أنت قلت هم نعم، نفسهم نعم. ميتانيون. بس بدي انوه لانه في كثير ناس ما بيعرفوا. الخوريين لهم 3 اسماء من حسب اللهجات. في ناس بيقولوا هوريين، وفي ناس بيقولوا حوريين، وفي ناس بيقولوا خوريين. يعني حتى اسم حوران بدمشق هو منسبة الى الحوريين، لانه يعني حوران كمان هي جمع حور، يعني لها علاقة كمان نفس هذا الشعب. وحور او خور او هور هي تعني الشمس، يعني لأن هي الشمس مقدسة. لأنه هي الشعوب كانت تطلق عليها الأسامي هي نسبة إلى دياناتها والقدسيات تبعها. وهي طبعا باعتبارها من نفس المنطقة، من شعوب زاغروسية، يعني أصبحت قومية ودين بنفس الوقت. نعم، وطبعا يكمل ويقول بأنهم هؤلاء الخوريون هم نفسهم السوبارتيون حكموا حتى البحر الأبيض المتوسط عدا الفترة الخورية 1700 قبل الميلاد. طبعا هذا ليس تاريخهم كما قال الأستاذ مراد، في هذا التاريخ حكموا دمشق. نأتي إلى العصور الأخرى حتى نصل إلى اليوم. تفضل. الفترة الثانية اللي نحن التواجد الكردي بالمنطقة هو الفترة الأيوبية بشكل أساسي، اللي هي طبعا صلاح الدين الأيوبي قادة، ويعني أبوه كمان وعمه يعني قادوا المنطقة بالفترة الأيوبية هي. وجلبوا معهم يعني من خلال العسكر، يعني كان معهم العسكر إن كانوا كلاتهم كرد أساسا من مناطق الكردية تحديدا، يعني من كردستان. ولهيك جلبوهم معهم لمسألة فتح القدس وفتح يعني القضايا اللي كانت القضايا الفتحية اللي لها علاقة بالإسلام. ودخلوا مناطق دمشق وسكنوا دمشق. يعني بقي الجيش بدمشق، يعني ما لم يترك دمشق، وأسسوا أحياء بدمشق يعني. وطبعا يعني صلاح الدين الأيوبي بهذاك الوقت صح هو كان يعني كما يعلم الجميع أنه مسلم، لكن كان لديه فرقة أيضا داسنية، يعني أزيديين. يعني من الأزيديين كان لديه فرقة تعمل ضمن القوة تبعه. سكنوا بدمشق يعني، قسم كبير منهم سكن بدمشق، وسكن بالحاضرات الأخرى بعمان وبفلسطين بكل المدن الفلسطينية. لكن ما يهمنا احنا اليوم هو مسألة يعني كرد دمشق، يعني بشكل أساسي باعتباري أنا من دمشق.
طبعا انا بدي احكي عن مساله يعني كرد دمشق وتواجدهم هذا عبر التاريخ هذا الطويل اللي تم. هو طبعا في لهم اسلاف قدامى هن الخوريين، لكن اللي نسيوا يعني اصولهم نتيجه الزمن الطويل ونتيجه التغيرات السياسيه ونتيجه التقربات والمصالح. طبعا سألت عن التاريخ القديم حتى الحديث للكرد في دمشق. أنت تحدثت عن الحقبة الخورية وتحدثت عن حقبة صلاح الدين الأيوبي. الآن بالنسبة للعثمانيين، بعد العثمانيين حتى اليوم هنالك كرد. هل تريد التحدث عن حقبة العثمانيين، الحكم العثماني أو؟ نعم، الحقبة العثمانية هي بتبتدي تقريبا من عام 1700 تقريبا ميلادي حتى عام 1850 أو حتى خروج العثمانيين من سوريا مثل ما بتعرف. طبعا هي الحقبة العثمانية كان كمان معظم القادة الجيش العثماني والبشوات بالجيش العثماني هن كانوا من أصول كردية يعني، وهذا يعني أكبر دليل عليهم باشا الحج اللي كان يحمي قوافل الحج من دمشق للحجاز، علما أنه كان هناك بشوات قبل الباشا الكردي لم يستطيعوا حماية قوافل الحج، وبالتالي كان كثير من القادة الكرد كمان بالجيش العثماني بهذاك الوقت. لهيك كان ما كتير في تمييز، يعني في ناس ما كانوا يميزوا بين كردي ولا تركي، يعني كان يربطوا الكردي والتركي بنفس الحالة، لأنه هن كانوا من السلطة يعني مثل ما بيقولوا بفترة من الفترات إنه نحن الدولة، ولكن كمان كانوا نحن الدولة يعني بهذاك الزمان، يعني هن كانوا يمثلوا القوة بشكل أساسي. وطبعا كان في عندهم تنظيمات ومرتبطة وفق يعني النظام العثماني، يعني من باشا وانت نازل يعني حسب الرتب العسكرية، وكل واحد له منصبه وله مهمته اللي كان يقوم فيها، طبعا لخدمة بالنهاية الباب العالي. لكن بنفس الوقت الكرد بتلك الفترة يعني كان لديهم قوة وسطوة ويعني يحسب لهم الحساب. نعم. طبعا نأتي الآن إلى نسبة الكرد في دمشق. قلتها سابقا وأقولها الآن، وسجلت فيديو أيضا بهذا الخصوص. هنالك وثيقة تقول أنه في العام 1906 جرى هنالك إحصاء لعدد لسكان دمشق. عدد سكان دمشق كان 200,000 نسمة، منهم 60,000 نسمة أو شخص كردي، أي النسبة عالية. كما يقول الآن أيضا أحد المشاهدين بأن العلامة محمد أمين زكي قال بأن ثلث مدينة دمشق هم من الكرد. يا ترى هل توافق هذا الرأي وهذه الوثيقة، علما أنها وثيقة قديمة؟ نعم، هي وثيقة معروفة، رغم انه في كتير ناس بينكروها وبيعتبروا انه هي مو وثائق وانتم الكرد عم تحاولوا تزوروا حتى تزيدوا عددكم والقضايا، لكن هي حقيقة. اذا بيعملوا احصاء حقيقي واممي ودون ضغوطات على مدينة دمشق، انا اؤكد لك اكثر من 50% من سكان دمشق هم كرد يعني. لكن وفق الوثيقة هي ان 30% من الكرد. طبعا هدول الكرد يقسموا الى قسمين، قسم الكرد القدماء وقسم الكرد الحديثين الاحدث يعني. مناطق حي الأكراد هي حافظ على خصوصيته نتيجة التواصل مع كردستان دائما، يعني كان دائما بيجي ناس من كردستان بيجوا بيسكنوا بالحي عنا، بيتم التواصل بينهم العشائر وبين أقاربهم، بيجي طلاب بيسكنوا عنا، تم التواصل، لذلك حافظوا على خصوصيتهم أكثر بكثير من كرد الدمشقيين الشاميين يعني، مو اللي ساكنين بحي الأكراد، لأنه مثل ما قلت لك في عنا عدة أحياء. كيف بنعرف الكردي انه هذا كردي ولا مو كردي؟ من قضيتين، من الكنية تبعه فقط، يا بتكون الكنية تبعه على اسم عشيرة كردية، يا بتكون الكنية تبعه اسم مهني، لأنه بدمشق لم يكن يعملون بالمهن، كانوا هم تجار فقط. من يعمل بالمهن ونقل المهن إلى دمشق هم الكرد، وبالتالي هي المهن كل واحد كنيته مهنة بيكون هو أساسه كردي، هو نقل المهنة هي لدمشق. طيب تفضل. طيب نأتي الآن على توزع الكرد في دمشق. طبعا أنا أقصد دمشق، أقول دمشق وريف دمشق، توزعهم. طبعا يعني اكبر توزع لهم هو يعني حاليا موجود هي بمنطقه حي الاكراد اللي تم تغيير اسمه لحي ركن الدين، يعني الفتره الناصريه لمساله حل الشعب الكردي يعني وانهاء وجوده كشعب يعني كشعب كقوميه موجوده بدمشق. لكن يوجد احياء اخرى ايضا بمدينه، عم بحكي عن المدينه هلا مو الريف، بالمدينه يوجد احياء اخرى ايضا مثل حي سوق صاروجا اللي معظم سكانهم من الكرد، ليسوا كلهم كرد لكن معظمهم اساسا من الكرد، ومن أسسه هو بهذيك الفترة العثمانية.
ومن أكبر وأهم العائلات الكردية الموجودة بهذا الحي عائلة وزير الحربية السوري يوسف العظمي، وعندنا كمان يعني عائلة كبيرة جدا، عائلة بيت إيبش، حسن بيك إيبش وعائلته، يعني هدول معروفين. بيتهم حتى الآن موجود بمنطقة سوق ساروجا اللي تحول إلى النادي العمالي، وهذا اللي كان هو معروف عنه، كان صياد، وكان يعني هو كمان صهره لباشا اليوسف، يعني باشا الحج كان، وهو كان لديه يمتلك كمان قرى في منطقة الغوطة، يعني ملاك أراضي قرى كاملة. وكان طبعا هدول يعني هي المناطق هي، وطبعا في بيت الطباع وبيت السيروان، يعني عائلات معروفين. هدول يعني عائلات كردية كانت موجودة يعني بهذيك المنطقة. هدول كلهم ساكنين منطقة سوق ساروجا، وكلاتهم ببيت الخياط وبيت الحداد السنكار يعني موجود يعني. وفي عنا كمان عائلات بيقول لك بيت الاسطواني، هي اساس الكنيه ليست اسطواني، اوستا بالتركي يعني معلم، واني الاسطى اللي من وان جاي، من منطقة وان. أو عنا كتير يعني عائلات بترجع للاسم تبعها، بتعرف إنه هي أساسها مو من المنطقة، جاية من جغرافيا كردستان، يعني مثل ما حكيت لك، أو يعني تسمى الاسم وفق الجغرافيا. يعني بنقول مثلا عنا بيت المارديني، يعني دول جايين كرد جاي من ماردين. وإن إذا بتسألون على العشائر تبعهم بيعرفوا، قلت له أنت مارديني شو عشيرتك؟ بيقول لك أنا عشيرتي مشكيني، يعني بيعرف عشيرته كمان، لكن اسمه يعني مارديني. طبعا هذا الجيل الجديد بجوز ما يعرف، بس القدامى كلهم بيعرفوا. بيت الأورفلي مثلا من منطقة أورفا، بيت مرعشلي، يعني عائلات مرتبطة بالجغرافيا. بيت ديار بكرلي، بيت عنتابلي، هدول كلهم بيت معدنلي. يعني في كتير ناس ما بيعرفوا انه من معدن انه جايين، يعني الناس ما بيعرفوا انه شو معدنلي، شو العلاقة من مد، يعني منطقة اسمها معدن موجودة ومعروفة المنطقة، يعني على اسم يا جغرافيا يا كنية عشيرة يا بتكون مهنة. وهدول الكرد الموجودين. طبعا سوق ساروجا مثل ما حكيت، وحي الأكراد هدول شيء أساسي، وزقاق القيمرية هذا كمان يعني مكتوب يعني حتى عليه. إضافة لتوزع الكرد بكل الأحياء القديمة خارج السور، مثل منطقة الشاغور، يعني بتدخل على باب الشاغور كاتبين يعني من أنشأه الأمير الأيوبي كذا وكذا، من الفترة الأيوبية موجود بمنطقة الشاغور. من ضمنهم الممثل هذا السوري سامر المصري، هو اسمه سامر المصري لكن من أصول كردية. بيت المصلي كمان، وفاء المصلي كمان هي من أصول كردية. كتير يعني عائلات. وفي طبعا عائلات تركية كمان، مثل أمل عرفة كمان هي من الشاغور، هي من عائلات تركية قديمة يعني. هدول سكنوا بهالمناطق. في مناطق أخرى يعني بريف دمشق سكنوا كمان الكرد بمنطقة دمر ومنطقة الهامة، هدول كمان في عائلات كبيرة مثل عائلة بيت كلش كمان موجودين. يعني هدول الأسامي والأسامي كردية وبيعرفوا حالهم كرد. وطبعا بعدين بالفترة القريبة، يعني بعد ما صار ضغوطات، يعني بعد ما صار الحزام العربي بمنطقة الجزيرة، والضغوطات اللي تمت على شعبنا الكردي في روجافا، ونتيجة الضغط الاقتصادي قسم كبير من الكرد يعني دخلوا إلى داخل السوري يعملوا بالمدن، وعمروا بالحي عنا بدمشق، يعني بمنطقة سموها زور آفا، يعني التي تعمرت يعني عمرت بالقوة. هي نفسها بسموها وادي المشاريع، يعني هي بعد ما تعمر قصر الشعب بدمشق، على أطراف قصر الشعب هي المنطقة اللي بنيت هي بالقوة وسكنوا البيوت فيها. وطبعا في قسم منهم كمان يعني إلى جانبهم كمان في قسم العلويين يعني. وطبعا كل الناس اللي سكنت اللي هن كان عليهم ضغوط اقتصادية بالأساس، يلي إجوا من الجزيرة وما عندهم أعمال يجوا يشتغلوا يعني بالدهان أو يشتغلوا بالعمار، يعني لأنه ما معهم أغلبهم ما معهم جنسية، مسحوبة الجنسية السورية منهم، ما بيحسنوا يتوظفوا وظائف راقية. حتى في منهم متعلمين ودارسين جامعات لكن كانوا يعملوا يعني بوظائف دونية أقل بكثير من القدرة تبعهم العلمية، فقط ليحافظوا على حياتهم. وطبعا في كمان بمنطقة النشابية كمان في كرد يعني موجودين، يعني مثلا محمد كرد علي هذا هو من مناطق الغوطة الشرقية، يعني كمان من هذيك المناطق تقريبا، من المليحة هو يعني جنب النشابية قريب عليها. إضافة وحتى تفضل تفضل. وحتى بدوما وحتى بحرستا كمان في أحياء كاملة، أحياء كردية، لكن هدول أصولهم كلهم من حي الأكراد بالأساس، نتيجة مشاكل لها علاقة بالسأر. يعني بيكون في حادثة قتل أو شيء بيتركوا المنطقة بينتقلوا لمنطقة تانية. مثلا بحرستا في 3 عائلات كردية أساسية كانوا بيملكوا نصف حرستا، عائلة بيت الآغا، وعائلة بيت كدرو، وعائلة بيت ديبو، عائلة ديبو كنيتون. هدول 3 عائلات هن كانوا يملكوا نصف حرستا، ملك يعني لهم.
وهدول عائلات كردية وبيفتخروا بكرديتهم، بيتمسكوا فيها حتى الآن. وبدوما أيضا هناك عائلات كردية كمان سكنت دوما من فترات طويلة، وأهل دوما بيعرفون، يعني بيمدحوا فيهم بشكل كبير، لأنه دائما هم يعني شو بيسموا، يعني صادقين، فيهم صفات الكردي الحقيقية. بيدافعوا عن كرديته، بيدافعوا عن المظلوم، دائما بيدافعوا ضد الظلم. معروفين خاصة في عائلتين يعني أساسيات أنا بعرف منهم، بيت مارديني مثلا كان في بمنطقة دوما، وغيرهم كمان عائلات. نعم، تفضل. طبعا مجرد التصحيح لمعلومة، أوستا كلمة كردية خالصة. أستاذ هي نفسها أستاذ في اللغة البهلوية الكردية من العهد الساساني. أستاذ تعني الخبير، خبير. أوستا نحن الآن في مناطقنا الكردية، المتكلمون بالكردية، أوستا نخصصها لمن يعمر البيوت، أي المعلم، مم. معلم بناء. انت منيح، انا اعطتني معلومه يعني انا فعلا حلوه المعلومه. انا بعرف انه كلمه استاذ هي كلمه كرديه، وطبعا بالفارسيه بيستخدموها من الفتره البهلويه، بس انت ربطت لي إياها كلمه استاذ باوستا من هون، يعني نفس الكلمه جايه من المصدر واحد يعني. المصريون أخذوها من الأيوبيين، أوستا نعم. نعم. أي الخبير. طبعا ريحان أيضا فيها كرد كثر. نعم. زرتها مرة، أحد أقاربي كان يسكن هناك، قال معظم هذه المدينة أصولهم كرد. أيضا هنالك تل الكردي ما بين عدرا ودوما. أيضا أحب أن تذكر لنا فقط أسماء الأحياء التي لها اسم كردي، كما قلت سرغايا، خاسيون من كاشيون. طبعا انا حكيت يعني مثل قاسيون وكاشيون يعني اساس الاسم، وما عندنا مثلا سرقايا مثل ما حكيت سرقويا راس الدغل. عندنا بلودان يعني معناتها المكان المرتفع بلودان. عندنا سيبداني الزبداني، السيبداني يعني مكان التفاح. عندنا حوران كمان نفس القصة. عندنا جولان. هاي الأسامي القديمة من أيام الخوري. لكن الأسامي الحديثة مثلا بدمشق بحي الأكراد عندنا المقسم الحي يعني تاخا كردال احنا بنسميه. هذا شارع طويل بيبدأ من منطقة الزينبية على الأقل حتى ينتهي لمنطقة جبل جامع. كان قديم جامع قديم اسمه جامع الخليل، إبراهيم الخليل. هلا حاليا يعني صارت منطقة برزة صارت، لكن هاي المنطقة كان اسمها حي الأكراد. وهذا الحي في له حارات صغيرة، يعني كل حارة باسم العشيرة. يعني اللي احنا عندنا مثلا في عندنا زقاق اسمه بسموه زقاق هن. زقاق عرفات هذا بساحة شمدين. بعد منه بيجينا زقاق المتيني، يعني يعني هذا الحارة، يعني هذا الزقاق كله يسكنه كانت عائلة متيني. بعدين بيجينا زقاق ثاني زقاق كردان، يعني كمان هدول أو النوالي بيسموه، كمان بيسكنوا كمان الكرد اللي يعملون بمهنة النسيج. عندنا بعد منا حي يعني زقاق الكيكية. بعدين عندنا وانلي أول، وانلي تاني. عندنا زقاق الرشي، يعني الأسامي الزقاق باسم العشيرة. وهذا ما زال حتى الآن، يعني لكن الدولة حاولت تغير الأسامي، لكن أبناء الحي دائما يعني بيستخدموا الأسامي القديمة. اللي احنا لا نستخدم الأسامي الحديثة أبدا. يعني دائما وين رايح؟ والله رايح على حارة المتينية، رايح على حارة الوانلي أول، رايح على حارة الكيكية. يعني حتى الآن نسمي بهالأسامي. عندنا في يعني زقاق اسمه زقاق آدم بيسموه. هذا نسبة يعني الدليل إنه الكرد قديش بيحترموا الأساتذة. في مدرس كان مدرس يعني من الحي قدامى، من جيل والدي، كان يعني محبوب كثير عنا بالحي. واحتراما لهذا المعلم سموا معهد الأزقة باسمه، زقاق آدم. وآدم ميقري هو أستاذ آدم ميقري، توفاه الله يعني من تقريبا من شيء، من فترة قريبة مو كثير بعيدة، يعني من شيء 7 8 سنين تقريبا أو أكثر. هي يعني الحارة تبعنا بهذا الشكل. طيب، الكثير من الكرد في دمشق استعرب، يا ترى يعتبرون أنفسهم أعرابا؟ كما قلت أنت في الحلقة القادمة عن أن المصطلح عرب هو مصطلح حديث جاء بعد الإسلام. لذلك عندما أقول أعراب عليهم ألا ينزعجوا، لأنهم يقولون لنا أكراد على وزن أعراب. متى ما تركوا كلمة أكراد حينها أفكر أن أناديهم بعرب.
وهذا من حقي وليس إهانة أو تقليل منهم، اسمهم هكذا ومذكور في القرآن هكذا. يا ترى ما سبب استعراب الكثير من الكرد؟ نحن نتكلم عن دمشق، كرد دمشق. طبعا أنا برجع بميز يعني في نوعين من الكرد بدمشق. حي الأكراد ما زال محافظ، يعني ما بسأل كردي بدمشقي لو ما بيتقن اللغة، مستحيل كردي من حي الأكراد يقول أنا مو كردي، مستحيل أبدا، ما بينكر أصله، بيحافظ على أصله، بيدافع عنه حتى الموت يعني. صح. لكن الأكراد اللي سكنوا باللي احنا بنسميهم المدينة، احنا بنسميهم أكراد الشام، يعني أكراد شوام، اللي سكنوا مو بالمناطق حي الأكراد، اللي ساكنين بسوق ساروجة واللي ساكنين بالأحياء المدينة دمشق، يعني هدول نتيجة اختلاطهم بالسكان الأصليين ونتيجة المصالح، لأنه كلهم كانوا ذوات يعني يا بيكونوا يعني عندهم إمكانيات اقتصادية كبيرة، يا بيكونوا موظفين دولة كبار أو بالجيش بهذيك الفترة، لذلك علاقتهم كانت مرتبطة مع بعضهم، وشافوا مصالحهم انه ما بيهمهم المفهوم القومي، بيهمهم مصلحتهم. تركوا مساله اللغه بشكل اساسي. حتى وقت بتساله بيقول لك إيه والله جدي كان اصله كردي مثلا، هو بيقولوا اصلنا كردي، ما بيقول لك انه انا كردي، يعني ما بيقول عن حاله كردي، بيزتها لجده او سته او لشيء تاريخ يعني. بينما هم كرد يعني بالحقيقه، يعني اذا بيعملوا تحليل دماء يعني كرد، يعني كرد اصليين، لكن نسيوا لغتهم، وهي مبنيه على اساس المصالح، يعني المصلحه هي الاساس فيها، والخوف. المصالح كانت قديمة، يعني بعد الفترة يعني بعد ما سقطت الدولة العثمانية وتشكلت دولة سوريا الحديثة، صار في عندهم منهم المصالح بتقتضي هالشيء. يعني هلا في كثير من الناس الكرد اللي كانوا هن يقودوا سوريا، هن أسسوا، يعني هن بنوا سوريا، يعني من ضمنهم الشهبندر، من ضمنهم مردان بيك، كل العائلات الكبيرة الدمشقية، كل العائلات الكبيرة هي من أصول كردية، نكروا كرديتهم مقابل المصالح، لأنه حتى يستلم سلطة لازم يكون بمفهوم الأكثرية، هو موجود بشكل أقلية يعتبر بدمشق هيك بمفهومهم، تبنى مفهوم الأكثرية ونسى، يعني حاول يبتعد عن قوميته. اللي أثر أكثر شيء بفترة، بصراحة يعني بشكل تأثير كبير، فترة الوحدة يعني وقت صارت الوحدة، يعني صرنا نحن الإقليم الشمالي، وطبعا كان في قومين عرب يعني قبل الوحدة. هالقوميين العرب يعني ضغطوا بهالمسألة واعتبروا الكرد من شعوبيين، يعني عم يتمسكوا بقوميتهم، اعتبرونا شعوبيين وننفي الآخرين بهالمفهوم. وكان لهم علاقات مع السلطة بمصر، وأعطوا معلومات خاطئة أنه تعداد الكرد بسوريا كلهم ما بتجاوز 200 ألف. بقى بهذاك الوقت جمال عبد الناصر قال إذا 200 ألف يعني نعمل لهم انحلال يعني، وعملوا ضغوطات كبيرة بصراحة بهذاك الوقت. بقى أكثر الناس اللي انحلت اللي ما كانوا متماسكين بحي واحد، بينما حي الأكراد هو كان حي كردي خالص، ما كان قبل الوحدة ما كان في حدا غير كردي أبدا، يعني قبل 58 كل الحي كردي، يعني مثل عفرين، يعني ما إذا ما بدي أقول 100%، 99.9 كرد كانوا بحي الأكراد، ما كان في خارج القومية. بينما بالأحياء الدمشقية كانت أحياء مختلطة، يعني فيها عرب وفيها كرد وفيها شركس، يعني مش مختلطة. لهيك يعني فضلوا على نسيان الأصول تبعهم والتمسك بالمصالح قبل مسألة القومية. تفضل. نعم، نعم. أنت تحدثت عمن استعرب، ولكن أريد الآن أن أتحدث عمن فقد اللغة. في العام 1999 وفي العام 2000 أيضا سكنت حي الأكراد أو حي ركن الدين. على الأقل أنا لم أرى الكرد القدماء هناك، وليس الكرد الذين جاءوا من عفرين، كوباني، جريسبي، جزيرة، لا أقصد هؤلاء الكرد القدماء. لم أشاهد أحدا يتحدث اللغة الكردية. هل كان الكرد سابقا في حي الأكراد يتكلمون الكردية ونسيوا فقدوا اللغة؟ وإن كان الأمر كذلك ما هو السبب؟ طبعا كرد دمشق قبل 1958 كلهم كانوا يتكلمون اللغة الكردية بالمطلق، ما في حدا ما بيحكي كردي، يعني كل شيء مواليده بدك تقول عام 1930، يعني ب 58 بيكون عمره صغير، مو بيكون يعني زلمه، كلهم كانوا يتكلمون الكردية بالمطلق. والنساء قسم كبير من النساء لا يتكلمون العربية، يتكلمون الكردية فقط، وقسم منهم يتكلم الكردية والتركية، يعني ما كانوا يتكلموا حتى اللغة العربية النساء. لكن بفترة الوحدة ونتيجة ضغوطات كبيرة يعني تمت على الحي،
صار ممنوع أنت تحكي بالكردي يعني بالحي بين بعضهم، يعني قسم كبير منهم يعني حتى تحافظ على لغتك لازم يكون في داون، يعني لازم يكون في أخذ وعطاء مع الناس بعضهم، تقعد لحالك ما في حكي بالكردي. وحتى الناس يعني الأهالي قسم منهم نتيجة الخوف إنه هاي اللغة وتشكل عليهم مصائب كبيرة، يعني صاروا يحكوا بالبيت مع أولادهم بالعربي، أو يحكي الزلمة ومرته بالكردي وما يعني يسمع أولاده. إذا بده يحكي حديث سري بيحكيه هو ومرته باللغة الكردية، ومشان الأولاد ما يفهموا، وما علمون اللغة وضيعوا اللغة بهذا الاتجاه. وطبعا قسم ثاني نتيجة الضغوطات الكبيرة يعني. لكن يعني هذا الشيء طبعا غير مبرر بصراحة، لأنه كان ممكن يحافظوا لو كان عندهم يعني تمسك أقوى من هيك. ولهيك يعني كان ظهر عنا نحن بالفترات هي يعني مدارس لتعليم اللغة الكردية، قامت فيها قبل الأحزاب يعني نوادي ونوادي ثقافية تمت يعني للتركيز على مسألة اللغة. هي حقيقة يعني، لكن معظم الكرد طبعا يعني اللي من جيلي 90% منهم ما بيحكوا كردي. فقط يعني أنا بدي أعطيك إياها شلون، يعني كل ما دخلت أنت بالمنطقة اللي فيها اختلاط بفترة عبد الناصر صار في اختلاط مع العرب أكثر، فقدوا اللغة أكثر. الحي تبعنا كل ما تتجه باتجاه الشرق كل ما بيكون هو كردي خالص أكثر، وكل ما بيكون متمسك بعاداته وتقاليده أكثر. ليك بتشوف أنت بمنطقة الكلكية، حتى وادي سفيرة باعتبارك سكنت بهذيك المنطقة، حتى الكرد مو الكبار بالعمر، الشباب يعني يتكلمون الكردية. وعائلات معروفة مثل يعني عائلة بيت ميقري وعائلة بيت الأرشي، عائلات معروفين يعني عنا، هدول استمروا في يعني باستخدام اللغة الكردية. بيت وانلي كمان أغلبهم يعني، ودول أغلبهم دخلوا الأحزاب الكردية أو كانوا يعني من المؤسسين أو من البدايات دخلوا بالحركة الكردية يعني هي المناطق. بينما منطقة ساحة شمدين هي فيها مناطق اختلاط عربي صار بالفترات يعني المبكرة، وبالتالي فقدوا لغتهم أكثر ونتيجة تعاملهم، لأنه أغلبهم كانوا أغنياء منطقة ساحة شمدين يعني أغوات كانوا أو تجار يعني، وهذول فقدوا لغتهم نتيجة تعاملهم يعني مع التجار الكبار بالشام، وهي انه ما بتهمهم مسألة لغة، بتهمهم مصالح. لهيك نسيوا اللغة تبعهم يعني حقيقة يعني. هي يعني مثلا عمر شمدين آغا وكل الناس بتحكي عليه وهي، لكن هو ما كان يتقن اللغة الكردية يعني، رغم انه هو من القدامى كمان، بس لانه امه عربية. يعني عمر شمدين آغا امه عربية مو كردية يعني، أميرة يعني امه أميرة من أمراء العرب من الفواعرة. يعني هذا السبب، هي مو مبرر يعني. انا ما بحسن احط مبرر بصراحه يعني، كل المبررات عم حطها يعني غير كافيه. كان لازم يحافظوا على لغتهم اكثر يعني، من ضمنهم يعني حتى عائلتي يعني. انا عائلتي يعني انا مثلا والدي حاول انه ما ينسينا اللغه، انا والدي متمسك كثير بقوميته بشكل كبير جدا، لكن انا والدتي كمان شمدينيه، والشمدينيه ما بيحكوا كردي، امي ما بتحكي كردي. صعب يعني التعلم بس فقط يكون الأب بس بيحكي كردي يعني. حاول يعلمنا من نحن صغار، يعلمنا جمل وهيك، لكن غير كافي يعني حقيقة. ما تعلمت شوي الكردي أنا وقت كبرت نتيجة يعني رفقاتنا بالجامعة والقضايا اللي يعني مع الناس اللي جايين بيحكوا كردي يعني، بالاختلاط معهم تعلمت الكردي. طبعا درست دراسة كتابة وقراءة اللغة الكردية، لا أتقن اللغة الكردية كما العربية بالمطلق يعني، بفهمها تماما، بحسن بحكي فيها شوي، لكن لا أستطيع أن أعبر عن آرائي بحرية مثل ما بعبر عنها باللغة العربية. طبعا هذا قصور يعني. بصراحة أنا هلا حتى الآن، هلا يعني أنا حتى عم بفتح بهذا الذكاء الاصطناعي، طلبت منه دورات باللغة الكردية. كل يوم عم بعمل درسين يعني، عم بتعلم كمان حتى ما أنسى يعني لغتي. وعم شفت في شغلات عم بكتبوها خطأ يعني، أنا بعرف شوي بكتب له إنه انغلط بيصلح كمان، هو يعني هو بيصلح كمان يعني. طبعا مو مبرر، أنا أولادي ما بيعرفوا كردي كمان، وهذا قصور مني، لأنه أنا مرتي كمان يعني ليست كردية ولا تتكلم اللغة الكردية كمان. هذا من ضمن الأسباب اللي الحي تبعنا نتيجة الاختلاط صار في زواج خارج القومية، وهذا شيء أكيد يعني بيؤدي لفقدان كثير من الهوية الكردية، وهي حقيقة يعني. هذا القصور اللي بالمدن، كل ما بتدخل مدينة كل ما أنت بتضيع بهذا الاتجاه. بينما بمناطق
يعني اللي احنا بنسميها ولات، يعني بروج افا ولا كان بعفرين ولا المناطق هي. عيب انك انت ما تتجوز وحده من خارج القوميه تبعك، يعني بيشوفوها شغله معيبه ومن هيك بيحافظوا. نحن عنا صارت انه حالة عادية انك تتجوز من خارج قوميتك ومن خارج دينك، كل شيء عادي. مسألة مفهوم الديمقراطيات والحريات اللي المدينة يعني هي بتوثقها، هي بتخلي الناس تمشي بهذا الاتجاه. قد يكون هذا الاتجاه هو مو خطأ، لكن لازم الإنسان يحافظ على هويته وثقافته. تفضل. طيب، إذا الكرد في حي الأكراد وكرد حي الأكراد فقدوا لغتهم في عهد الوحدة بين سوريا ومصر وحكم جمال عبد الناصر. نعم. طيب، أتمنى أن يعود. دائما أقول أتمنى أن يعود، لأن بالنسبة لي لا أقول يجب، يعني احتراما لمشاعرهم، احتراما للظروف التي نمر بها جميعا، ولكن أتمنى عليكم جميعا أن تتعلموا اللغة الكردية. وأنا على يقين سأقول رأيي، ولا أعلم إن كنت توافقني الرأي. إن حصل الكرد في سوريا عموما وغرب كردستان على وضع قانوني دولي اعتراف بأي شكل، سواء إدارة ذاتية، حكم ذاتي، فدرالية، وحدث هنالك طمع في الوضع الكردي، أعتقد بأن الغالبية الساحقة من الكرد الذين أعتبرهم مخفيين لا نعرف، ليس لدينا تواصل، سيعودون إلى كرديتهم. وهنا لا أسيء إليهم، العفو. الحياة كلها مبنية على المصالح، هنالك دراسات عن هذا، سواء مصالح مادية أو معنوية. هل توافقني الرأي إن حصل الكرد على نوع من الحكم الذاتي وأصبح لهم كيان معترف به، سيعود غالبية الكرد المخفيين إلى كرديتهم؟ أنا ليس أعتقد، أنا مؤمن تماما أن هذا الشيء سيحصل. يعني نحن لسه ما حصلنا على شيء من حقوقنا في سوريا الحديثة حتى الآن. لكن طبعا بنيت يعني أو أسست يعني جمعية عثمان صبري للثقافة، اللي هي بتشمل كل سوريا ليس فقط منطقة ركن الدين. ما نشطت كبير نتيجة الضغوطات الحالية على هي الجمعية، لكن حتى يعني هي القضية، يعني أنا من خلال تواصلي مع الشباب بحي الأكراد يعني كلياته يتمنى أن يتعلم اللغة الكردية، يتمنى أن تفتح دورات بالمعاهد الخاصة لتعليم اللغة الكردية. ستجد يعني آلاف الطلبة يدخلون ليتعلموا اللغة الكردية من المؤكد، يعني خاصة من منطقة حي الأكراد، خاصة بشكل خاص. أنا لا أنفي الآخرين، لكن حي الأكراد أنا متأكد من النقطة هي. وطبعا كثير ناس يعني كان بيطلبوا دورات، يعني حتى وقت كنا بدمشق وتحت الضغوطات الدولة كنا نساوي دورات بسيطة في بيوت يعني رفاقنا، نخصص يوم يعطونا البيت ونجيب فيه أطفال نعلمهم. لكن هي الطريقة كانت غير مجدية، بحاجة فعلا لمنهجية علمية لتعليم اللغة. وأعتقد هلا عم ينشغل على هذا الاتجاه، خاصة بعد ما روجافا منطقة روجافا اعتمدت اللغة الكردية في المناهج التعليمية. أصبح يعني لدينا قواعد أساسية لبناء اللغة حتى في كل المناطق الأخرى. وأعتقد يعني حتى يعني الشرع حاليا يعني غير ممنوع في دمشق انك تتعلم لغه، يعني لغه كرديه او اي لغه ثانيه في المعاهد. لكن الظروف الاقتصاديه الحاليه والوضع الامني الموجود المشتت يعني ما عم يعني غير متاح الفرصه للناس تتعلم لغه للاسف. تفضل. أنا أكتب الأسئلة. بالنسبة لي أسئلتي انتهت بالتأكيد. وأز بهذیمه گوهون لزمانی خو وگرن زمانی کردی زمانی کی پر شیرین و زنگینه، زمانی یکمه ده گوتنین خو دروجلات عناوین ده بهذیمه گو کرد وگرن لزمانی خو. أتأمل أن يعود الكرد الناطقين بالعربية وغير العربية أيضا أن يعودوا إلى لغتهم الكردية، فاللغة الكردية لغة غنية جدا بالمفردات، وهي من أغنى اللغات في منطقة الشرق الأوسط كاملة وقاطبة، يؤكد على ذلك البعض من الباحثون. زور سباس بوتا ما شوانا، إلك الشكر. عاشت كردستان. مستاذ جان أسماكي شعبيتكم، أقبل عيناك. تحياتي لك، ان شاء الله في لقاء ثاني ان شاء الله قريبا. يطول بعمرك. زور سباس. الله يسلمك. زور سواس. سلام غريس. سلام.